طبعا في صدى في الصوت، ولهذا انا كنت استعمل السماعات علشان نسمع اكثر. اللي عنده سماعه لو يستخدمها بيكون افضل، لكن اللي برا بيسمع احسن من اللي جوا. بالنسبه للقضيه المركزيه اللي دائما نتكلم عنها، القضيه الفلسطينيه، يعني للاسف هذه جرى فيها التفريط مرحله بعد مرحله حتى وصلنا الى ما نحن عليه الان. اما تضييع وقت ان احنا بنوفق بين فتح وبين حماس، هذه في اقصى اليمين وهذه في اقصى اليسار، مختلفين من جميع النواحي حتى من الناحيه القبليه، لكن يجمعهم قاسم مشترك وهو فلسطين، شعب فلسطين، القضيه الفلسطينيه، منظمه التحرير الفلسطينيه في النهايه. المجلس التشريعي الفلسطيني يجب يمثل الفلسطينيين في جميع انحاء العالم حتى يكون عنده قوه وعنده وزن، ويعرف العالم ان هذا يمثل شعب موجود ومشتت ومطرود من ارضه. لما تكلموا عن حدود 67، يعني هذه حقيقه شيء مذهل جدا جدا. وين القضيه اللي قبل 67؟ كنا نكذب على انفسنا ونكذب على العالم. الاف الشهداء سقطوا قبل 67 من اجل من؟ كيف تقولون ان فلسطين احتلت عام 67 وعودوا الى حدود 67؟ هي فلسطين الضفه الغربيه وقطاع غزه. زين، اذا كانت هكذا هذه ما احتلوها الاسرائيليين عام 48، تركوها لكم 20 سنه، لماذا ما عملتوا فيها دوله فلسطينيه؟ مش كان قطاع غزه مش كان تبع مصر؟ والضفه الغربيه مش كانت تبع الاردن؟ ما كانت بيدكم، 20 سنه تاركينها لكم اليهود من 48 الى 67. ليش ما عملتوا فيها دوله اذا كانت هذه هي فلسطين؟ هذا شيء عجاب، هذا شيء عجاب، هذا شيء غير معقول ابدا، غير منطقي. ما هذا؟ لا اله الا الله. عام 48 كل العرب قاتلوا، والآن ما تقدر تقاتل لا في العراق ولا في فلسطين، تعتبره إرهابي وما تقدر تدفع ولا قرش. يعني لو قاتلوا الفلسطينيين الآن أعتقد العرب للأسف ممكن ما يتحملوش هذه المسؤولية. وهذا السبب اللي جعل التمرد أو الإرهاب ينتشر، لأن في عجز رسمي وفي قضية لابد من القتال من أجلها. فلسطين محتلة والعراق محتلة، وتقولوا الجزر على ذكر الاحتلالات هذه، تقولوا الجزر هذه ليس من مصلحة العرب إن تكون في عداوة بينه وبين إيران، ولا حتى بينه وبين تركيا ولا كل الأمم هذه. مش من مصلحتنا أبدا نحن نستعدي إيران علينا. إذا كان في مشكل فعلا في هذه، نقرر في هذا المؤتمر تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية، وهذا هو المكان المناسب لحل إشكال مثل هذا. وأي حكم تصدره المحكمة يجب القبول به. مرة تقولوا هذه أرض عربية ومحتلة، ومرة يعني هذه حاجة شيء مش واضح، بلبلة وتستغل. ما شك يعني سكان الخليج 80% منهم إيرانيين، والعائلات الحاكمة العربية الأخرى كلها إيرانية، الشعب كله إيراني. هذه ورطة موجودة. كيف حلوا المشكلة هذه بالطريقة السلمية؟ يعني جزر هو راحت غير الجزر هذه، وكرامة العرب راحت، ووجود العرب راح، وماضيهم راح، ومستقبلهم راح، كلها راحت. طبعا العراق ليس لنا أي حول ولا طول بشانه. حد نقول لماذا العراق؟ احنا نمشي للعالم كله يقولوا لماذا العراق؟ شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ وخلاص لقانا الامريكان يجاوبونا على هذا السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو سبب له؟ تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق قرايصها
واحنا نتفرج عليهم ونضحك. ابو عمار قعد في الأسر كم عام واحنا نتفرج عليه ونعقد قمة بدون ابو عمار. ليش ما قلنا القمة ما تنعقدش لغاية ما يطلع ابو عمار من الأسر؟ واخيرا سمموه وقتلوه. ليش ما نحقق نمشي لمجلس الأمن نحقق بمقتل ابو عمار؟ وليش ما نحققوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسي، ممكن كلنا مختلفين سياسيين معاه ومختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق مع نتفرج، لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم، احنا العرب لا عملة واحدة ولا دولة واحدة ولا مصرف مركزي واحد ولا تسويق واحد ولا موقف تفاوضي واحد ولا تصدير واحد ولا استيراد واحد ولا اقتصاد واحد، شيء ما فيش ولا حاجة إلا اسمه عرب. ممكن دمنا واحد، لغتنا واحدة، طبعا لغة مهددة معروف، دمنا واحد، لكن في عدا ذلك نحن لا يجمعنا أي شيء.